بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أحلى وأغلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وهنا والسرور تملي يا رب، وكل عام وانتم بخير. طبعا عيد الأضحى، عيد الرقاق، عيد اللحمة، عيد لازم تعمليه. كل الناس عملته إلا انت، يلا بسرعة اعمليه وتشطري وهتعملي أحلى رقاق ناشف معاكي. معانا كده كيلو من الدقيق وعليه رشة ملح، وهننزل عليه بالمية، المية حبة حبة لحد ما تكوني له عرق وتخليه العجنة بتاعته مطاطة. وبعد كده هتقولي ايه، هتقولي بسم الله وتدي في الرياضة وتعملي الرياضة جامدة في الرقاق الناشف. وهنعجنها، وبعد كده بعد ما هنعجن العجينة بتاعتنا ونخليها حلوة كده، هنسيبها تريح لمدة 10 دقايق. وبعد كده هنروح نقطع العجينة بتاعتنا كور كور زي ما انت حابة. قطعيها يعني قد البرتقانية، قطعيها زي ما تحبي، وعلى رشة دقيق كده حطيها، وزعيهم كلهم، وبعد كده غطيهم عشان يبقى سهلة معاكي بسرعة تتفرد معاكي بكل سهولة. وبعد كده تروحي تجيبي واحدة واحدة وتفردي. بصي فردها سهل مش صعب، هتعمليها سهلة. هتحطيها كده طول ما هي مريحة العجينة بتاعتك، هتكون سهلة معاكي. أنا كده جبت صينية عادي، صينية أكل عادي، حطيت رشيت عليها شوية دقيق، جبت العجينة بتاعتي بالنشابة بتاعتي، وهفرد فيها الفطيرة بتاعتي. تفرديها كده ما تضغطيش عليها جامد، هي هتتفرد معاكي طول ما العجينة مخدومة كويس وعجنها كويس ومخليه لها كده عرق وريحتيها. أهم حاجة كمان تريحيها، هتطلع معاكي فلة وهتتفرد معاكي بكل سهولة. والدقيق بتاعي صراحة متعدد الاستخدامات، دقيق عادي جدا مش دقيق فاخر ولا أي حاجة. هتفرديها كده بالراحة من غير ما تضغط عليها عشان ما تتقطعش معاكي. يعني ايه، افردي فيها واحدة واحدة كده وهتتفرد معاكي بالراحة. كل ما انت هتلفيها رويال، تلفي وتفردي، هتلقيها تتفرد معاكي وهتكبر وهتوسع معاكي. طيب انت بعد كده هتحطي دقيق فوق وتحت وبس، وما تحطيش تاني دقيق، لان كل ما بتحطي دقيق في العجينة وانت بتفردي فيها بتبصي بتتشمع دقيق، يعني بتتشرب الدقيق كله وتحس الفطيرة بتاعتك كلها دقيق. لو عملتيها بالرقاق هتحسي فيها دقيق، لو عملتيها حلويات وما عليها تحسيها كلها دقيق. فيا ريت ايوه انفضيها النفضة دي ونفضي منها ايه، الدقيق كله، علشان يطلع منيها وتبقى خفيفة وهشة زي ما انت شفتها في بداية الفيديو. هتبقى معاكي سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله. واحلى رقاق هتعمليه من ايدك يا ست الكل، حتى لو عملت نص كيلو بسرعة هيطلع معاكي 5 6 وحدات تعملي بيهم صينية العيد بتاعنا، صينية الرقاق اللي هي باللحمة المفرومة. ومين قال ان هي بتتعمل باللحمة المفرومة بس؟ لا، هنعملها حلو، هنعملها حادق، يعني هنعملها باللحمة المفرومة وهنعملها مرة حلو. وان شاء الله هنزل لكم فيديو ليها وهي حادق وهي حلو. وهتنفضيها، كل ما تنفضي منيها الدقيق كل ما هتطلع معاكي خفيفة وهتطلع معاكي مورقة. وفي نفس الوقت لما تعمليها اي صينية تطلع معاكي يعني فعلا زي الجلاش، خفيفة وورق ورق كده تحسيها فعلا مورقة. انفضي فيها على طول، كل ما تنفضيها تكبر معاكي هتوسع معاكي. يعني انت لو ما جاتش معاكي بالنجب وانت بتنشبي فيها بتكبر معاكي في الفترة دي او في الحركة دي هتفرد معاكي الرقاق او هتبقى معاكي كبيرة. احنا بنسميها الفطير، الفطير الناشف بتاع العيد او الفطير اللي انت بتاكليه، سواء صينية سواء يعني حلو او حادق. وكده كبرناها وكده حطيناها في الفرن البلدي بتاعتنا، وزي ما انتوا شايفين نشفت. وهطلعها، مش هتطلع معايا طبعا بالنشابة، هروح اجيب ايه البشكور بتاعي، والبشكور هو اللي هيطلعها. شايفين من ورا، انا حبيت برضه اوريها لكم من تحت ان هي ايه، متحمصة. يعني صراحة العيد ما بيحلاش غير بالرقاق. كل عام وانتم بخير وبسعادة وهنا وسرور يا رب. وربنا كل اللي معاه أمنية ربنا يديها له ويوفقه ويكتبها له يا رب، أنا وانتوا والجميع يا رب بإذن الله. يعني ربنا يكرمنا ويوفقنا من عنده، وإن شاء الله يجبر يعني إيه، يجبر خواطرنا كلنا. اللهم آمين. واللي ما داسش معانا لايك يخبط لنا لايك، وبعد كده يضغط لنا على القناة، يشترك لنا في القناة وينزل لنا بكومنت حلو من إيدكم. وفعلا بشكركم، بشكر دعمكم. ربنا يزيدكم نعمة في حياتي، ربنا يخليكم ليا. دمتم ليا أحلى متابعين وأحلى أخوات وأغلى أخوات في الدنيا، ربنا ما يحرمني منكم.
كده هافرد معايا واحدة واحدة تاني برضو، قلت ايه علشان اللي مركزش معايا الأول يركز معايا في التانية. وهتفرديها واحدة واحدة كده. والدقيق اللي انت شايفاه يا دوب بصي كده حاجة لا تذكر، يعني ما تدعكيهاش دقيق. انا بقول لك اعجنيها عجنة مظبوطة، اظبطيها في العجنة وريحيها، وهتطلعي احلى يعني فعلا احلى فطير من ايدك يا ست الكل. افرديها وبالراحة وما تضغطيش عليها علشان ما تتقطعش معاكي وتتعبك. كل ما تتقطع معاكي كل ما هتحسيها باظت معاكي، فانت ايه ما تضغطيش عليها. كده صورناها بالمشقلب عشان كله برضو يشوف. وكده خلصنا معاكم الفطير الناشف.